هي دي الكورة. الكورة هي المتعة، هي الإثارة. طب واحد يقول لي ايه البداية اللي انت بتقولها دي؟ انا عايز اقولك ان الفيديو ده مهم جدا 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 لكل اهلاوي وكل زملكاوي. طب واحد يقول لي طب ازاي؟ طب ما تنجز بقى. يلا بينا بس. يلا دلوقتي. اللي مخليني اقولك ان الحتة دي كويسة جدا ومثيرة جدا والحلقة دي من اقوى الحلقات، حاجة واحدة، ان انت هقولك النهارده وتحليلات كامله وهنحلل المباراه ونقول اخطاء المدرب ينيك فريرة واخطاء مدرب عماد النحاس. هتقول لي عماد النحاس عنده اخطاء؟ اكيد طبعا عنده اخطاء، كاشكال، كبدايه، كحاجات كتير جدا هنقولها كلها في الفيديو النهارده، بس بدون مقدمه عشان كله بيتضايق. حابب اقول لكم ازيكم يا كرامين، تعالوا معايا في فيديو جديد دلوقتي. نبدا بيانيك فريرة. يانيك فريرة اللي هو بادئ بدايه وحشه جدا دايما في الجونة. بادئ البداية بتاعته ان هو دايما لما بيجيب جون، او في وادي دجلة لما بيجيب جون دايما لازم يحصل عليه الفرق. اصل ما تجيش انت تضرب فريق مش مستني رد فعل منه ان هو يضربك. انت هتضربه بس؟ لا، ما هو لازم يرضى لك بالبدل المرة مرتين. فدايما مشكلة يانيك فرير ان هو جاب الهدف، انت هتفضل واقف؟ لا، لازم تجيب التاني. فلما جاب الهدف ادى مساحة كبيرة جدا للنادي الاهلي ان هو يرد بالاول والتاني. فدي مشكلة عنده، يعني يا ريت يشتغل عليها شوية. واحد يقول لي طب انت اهلاوي، انت ايه اللي يخليك؟ خلينا محايدين شوية، يعني خلي كل واحد يبقى محايد ويدي حقه ويتكلم عن الصراحة. انا بقول لك الصراحة، يعني دي حاجات كتير جدا بتواجه الزملكاوية، ان المدرب. وغير كده كمدرب، في مدرب يجازف بالطريقة دي، يعني ويقول لي جازف بايه؟ في اللقطة، كانت في لقطة هو بادئ احنا بعد ما جبنا الجونين وتريزيجيه جاب الجون عمل تبديلات. ايه كمية التبديلات دي؟ نزل عمرو ناصر، وغير كده في الملعب في ناصر منسي واخوان الفينا، ولعب باسمه ايه ده، نزل اخوان بزيرة بيلعب وكله بيلعب، ومعاه لعيبة كتير جدا ومهاجم برضه. يعني انت خلاص خسران، انت هتجازف باربعة جم ولا خمسة جم، واحمد شريف نزل وعبد الحميد معالي. يعني انت بتتكلم كده عبد الحميد معالي وعمرو ناصر والمنسي واخوان الفينا وعبد الحميد. إيه الليله دي؟ واحد يقول لي طب ما احنا عملنا هجمتين ولا هجمه كان ممكن يجي منهم جون، بس ما تجازفش. ده اللي خلينا اخر 3 دقايق ولا اخر دقيقتين احنا كنا خلاص كنا هنجيب التالت والرابع، لولا بس عمر كمال والفرص اللي ضيعت وحسين الشحات وقف على الكوره وصبر. يعني كان زماننا يعني شايلينكوا اكتر. بس يعني انت فكرك فين؟ في حد بيجازف بالطريقه دي؟ في حد يضيع فريقه كده؟ ما ينفعش تفكير يعني على طول مره واحده، لا دي صعبه جدا. هو لو كان بادئ بشكل عاقل وبادئ ان هو بيلعب باتنين مهاجمين، لان هو عنده مشكله اصلا. يعني انت لما لقيت في ضغط على اخوان الفينا وان كوكا مش عارف يطلع بيه، انت سايبه ليه؟ انت عايز واحد بيتحرك، واحد ينزل ياخد الكرة ويجري يعمل. اخوان الفينا كانش عارف يستلم الكوره. دي حاجة غريبة جدا وتفكير غريب جدا من المدرب، ويعني حاجة غريبة جدا. فبالبداية وشكله وشكل اللعيبة وشكل كله هو غريب. يعني التقسيمة بالتشكيلة اللي هو عاملها غريبة. واحد يقول لي طب آدم كايد كان جامد جدا وكل حاجة، هو كويس، بس يعني ما تجيش تلوم على واحد وتخليه يلعب أدوار دفاعية، هو مالوش في الأدوار الدفاعية. واحد عنده إن هو لازم يخش يقطم ويباصي، ما تجيش بقى تقول له ايه زاد عندك، عايزك أدوار دفاعية. وغير كده ناصر ماهر، وعلى فكرة هو لعب مزاجي، يعني اللي هو بمزاجه يلعب وبمزاجه ما يلعبش، بمزاجي اكسب وبمزاجي ما اكسبش، بمزاجي اجيب جون وبمزاجي. فدي حاجه وحشه جدا، لكن هو لعب كويس. بس غريبه، انت بادئ بيه الماتش مع انك كل الماتش ساعات كنت بترفض ان انت تلعبه. اشمعنى الماتش ده بدأت بيه؟ فكان المفروض ان هو يبدأ بداية تانية ويبدأ بلاعب تاني غيره، لان هيتيح ليه شكل كبير جدا وحاجات كتيرة جدا. فهو برضو نيجي اللوم على المدرب. طب واحد يقول لي طب ايه رأيك في حسام عبد المجيد واللعيبة؟ انا شايف ان بنتايج والحاجات دي وكل ده بسبب ده ضغط، لكن هما لعيبه كويسه جدا، لكن برضه مش لعيبه اللي هو ايه تحس ان رأي يعني مش فايقين شويه. في مشكله حصلت عندهم، في مشكله في اوضه اللبس. لكن انا بقول لك ان هما هيحصل لهم مشكله كبيره جدا مع الاداره، ومش بعيد تلاقيهم ايه في مشكله كبيره جدا بالمدرب، وممكن تلاقي المدرب ده يمشي كمان كام يوم. وخدها مني، انا مش طالع بقول لك كلام اهو، انا ممكن تلاقيه ده ماشي في اي وقت، في اي وقت، او يحصل له مشكله. لو الماتش اللي جاي مكسبوش وادالهم هديه، خدوا هديه دي، هيمشي. هيمشي يعني بشكل الجماهير اللي عماله تعمله ده هيمشي.
طب نيجي الناحيه الاهلاويه. طب النادي الاهلي، انت شايف هو النادي الاهلي عمل ايه؟ عماد النحاس البدايه بتاعته بتاعت طاهر. انا قلت ان هو بيحب يبقى طاهر، ان هو بيحب يجس الماتش، يعني يشوف الماتش عامل ازاي، وتلاقيه دايما بيخاطر مثلا يلعب بيه مثلا. انا هلعبك ناحيه اليمين بس عايزك ايه تدافع لي اكتر، فهو اغلبيه الطرف ده مش هيبقى شغال. عكس حسين. عارف حسين اللي هو ايه؟ انا مش هسكت، انا هنزل اخد الكوره وباصي من هنا وهجري من هنا. طاهر اللي هو ايه؟ واد دفاعي شويه، يعني ناشف شويه. فاحنا عايزين لما نيجي نبدا بهجوميه. هو اللي عجبني في عماد الناس حاجه واحده، ان هو بيحب يشوف الماتش رايح ازاي جاي ازاي. لكن حسين ان هو يبدا كان ممكن ما يبداش نفس البدايه بتاعته ونفس الشكل بتاعه. يمكن اللي خلاه يبدا الشوط التاني هو اللي عامل شكل. فبرضه في تعديلات. وغير كده عبد القادر مظلوم جدا يا جدعان. عبد القادر امكانيات كبيره جدا، امكانيات جباره. الواد ده ممكن تستفيد بيه. اقول لك على حاجه، حتى ممكن تلعب بيه 10، تلعب بيه بلاي ميكر، ان هو يتحرك ويباص الواد حريف جدا. بس ما تاخدش منه ادوار دفاعيه. يشتغل لك مهاره وسبرنتات وحاجات، لكن ما تاخدش منه ادوار دفاعيه. وكمان عماد النحاس، عارف لما تبقى في تغييرات كده بتحصل اللي هو ايه، عارف الافكار اللي بتجيلك الساعه 12 بالليل. اه انا ليه السما، مين اللي اخترع الساعه ظبطها الساعه كام؟ الافكار دي ايه يا جدعان؟ عماد النحاس ينزل لك عمر كمال؟ ايه يابا؟ صباح الفل. عمر كمال مين ينزل؟ عمر كمال بدماغه هيموتني الواد ده. واد يعني الجون فاضي، شوت يا حبيبي، حطها جون اهو، جون اهو، شوت. مش قادر والله، ما بحبش اخد الحاجات السهله، اطلعها بره. ايه يابا؟ دي كوره، دي كوره يعني. مين اللي اخترعها اللي عشان يلعبك كوره؟ الواد لما جبناه يعني كان بيطير. اول ما جه النادي الاهلي مش عارف ايه اللي حصل له. دي مصايب بتحصل. الواد ده كده في حاجه، في حاجه. احمد رضا انا شايف لعبه كويسه جدا وضغط، والواد واقف متمركز، وفي لقطات كويسه جدا. طب انتوا عارفين ليه كوكا كان افضل في المباراه؟ وبيقول لك طلع اخوان 2000 بنجيبه. الواد في حاجه، يعني هو ده اخوان 2000 عشان يشتت ويخش لقلب الدفاع. وكمان مروان كان دايما بتلاقيه طالع كده عشان بيقفلوا خمسة بيقفلوا نص الملعب عشان ما يخلوش حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل يطلعوا الكرة. فالخمسة بيبقوا قافلين قدام. دايما بيبقى فيه واحد متحرك كده. فدايما كوكا تلاقيه طالع، اللي خلاه في الماتش طلع والزحلق، خد الكرة من خوان ألفينا ودخل في الواد التاني زحلقة. فالواد قاري من بعيد. دايما لما بنيجي احنا نقفل نص الملعب عشان ما يتحركش، عبد الله دايما بينزل. هتلاقي بن رمضان متحرك معاه. هتلاقي مثلا الباك اليمين عمر جابر مقفول عليه. الباك الشمال بنتايج مقفول عليه. هتلاقي الدونجا مقفول عليه. هتلاقي بص كل ناصر ماهر مقفول عليه. هتلاقي بس الفاتحين حارس المرمى وحسام عبد المجيد وناصر ومحمد اسماعيل. محمد شريف لازم ضغط. انت هتاخد اخطاء. فالوقفه دي كويسه جدا. دلوقتي لما اخونا الفين اتحرك على طول ودخل وقطم، تلاقي على طول وراه. ودي حاجه برضو حلوه ان هو خاطر ازاي. كان ممكن عادي يعدي منه، الجبهه بقت فاضيه، عمر جابر لو فتح سبرنت راح جاب جون. فدي مخاطره، هو عارف امكانياته، عارف ان هو مش هياخد باله منه، عارف ان هو لو دخل في الوقت ده حلو. فدي حاجه ايه؟ تبان خبره. والحركه بتاعت الدماغ لما خبطها في اخونا الفين وتالت بره دي خبره. فده اللي يخلينا نقول عليه 10 من 10، ان هو تفكيره والتكتيك واللي عمله ده حلوة. وغير كده عماد النحاس كفكره، ان هو عارف ازاي يشتت ويقفل الضغط على نادي الزمالك، دي حاجة كويسة جدا. انت اغلبية ممكن ماتش تكون تشوف لما كان بيبقى معاهم كرة، هتلاقي عبد الله السعيد بقى ينزل سيرد باك عشان خلاص بن رمضان بقى قافل عليه. هتلاقي دايما بينزل سيرد باك، ياخد الكرة هو يرجع ورا خالص ياخد الكرة. لان بن رمضان بيبقى قافل على نص الملعب، ما يقدرش ينفع ان هو ياخد الكرة يستلم يلف ويباصي، بقت مقفول عليه. فدي حته حلوه جدا عماد النحاس عاملها، ان هو عارف ازاي يقفل على اللعيبه. دي حاجه كويسه جدا. وغير كده انا شايف ان الاطراف كانت كويسه، وتريزيجيه كويس جدا، وبن شرقي كويس جدا. بس بن شرقي اللي هو ايه، من ساعه كاس العالم بقى يخاف ان هو يروح على الجون ويشوط.
دي بقى يخاف الواد ياخد الكرة، اشوف بقى بتاعتي، لا يخاف بقى يرجع يباصي. فياريت ياخد الثقة، يجرب مرة واتنين، ضيع مش فارقة، ضيع مش فارقة، المهم تلعب. تريزيجيه، اللقطة الشهيرة اللي حصلت ان هو وقف هو والشناوي وعمر جابر التلاتة واقفين وهو بيعمل القرعة يقول لك الجون ولا الكورة، الناس كلها قعدت تقول كانوا جايبين تريزيجيه عشان يترجم لهم. يا دي الفلح، يا جدعان ايه يا جدعان، ايه التفكير اللي انتوا بتقولوه ده؟ لعيبه كبار مش عارفين يترجموا فجيبوا تريزيجيه يترجم لهم. الله العظيم. في حاجه كده اللي انتوا اغلبيتكم مش هتفهموها او تعرفوها، بس عامه لما يكون الكابتن الفريق حارس المرمى ده زي قانون. لما يكون الحارس المرمى هو الكابتن الفريق، مش هينفع ان هو على كل كرة يعترض، هو اللي هيطلع من الجون ويجي كل ده. فهي حته حلوه من الكابتن من الحكم، ان هو طلب الكابتن التاني يجي يحضر الحوار كله، لو بحيث اي حاجه اعتراض هو اللي يروح يعترض. عشان كده كنا بنلاقي تريزيجيه طول الماتش هو اللي بيعترض، وانتوا قاعدين تقولوا يا عم ده واخد شكل الكابتن قوي وعايش الدور قوي ليه، الشناوي ماله مش عارف ماله. لا هو عشان هو اللي ياخد الكلام بره، عشان الشناوي ما يطلعش من جونه ويجي كل المسافه دي يعترض. فدي حاجة حلوة وحاجة جميلة جدا إن أنا أشوفها في الدوري المصري بتحصل، فدي كويسة جدا. نيجي للحكم. ده حكم يعني بجد والله، ده لا ما يحكمش، بيقولك ده عامل مصيف في اسبانيا. الحكم ده غريب جدا، الحكم ده غريب جدا، انا مش فاهم دماغه فين، بيفكر في ايه، بيعمل ايه، محدش فاهم له حاجه، غريب جدا. انا يعني ايه الكوره، بيقولك إن الزملكاوي يقولك الكوره بتاعت حسين المفروض مش ضربة جزاء، طب كورتكو، مع ان كورتكو هو جاي من ظهره، وغير كده هو بعد ما لمس الكوره هو اتخبط، يعني بعد ما لمس الكوره خبط، فما لهاش اي دعوه بضربه الجزاء واتحسبت ضربه جزاء برضه، ومن غير ما يشوف الفار، وقال لك مش هشوف الفار، وجت على الكوره بتاعت حسين الشحات اللي واخد الخبطه وجايب صدره، حسبها بس قال لك هشوف الفار. يا عمي، يا عم كان زماننا خارجين 2-0، بس لولاك انت يعني مش عارف، تفكير غريب. طب وكمان كرة المنسي، يعني كرة المنسي انا اقدر ادي واحد بالاسترز في رقبته ولا في زوره، في الاخر مفيهاش اي حاجه، كارت اصفر بس يعني دوبك يعني. هو ايه ده يابا؟ صباح الفل. ايه انت معانا ولا ايه؟ في حد يرفع رجله المسافه دي وخبطها في زوره، يعني لو كانت قريبه من وشه وممكن تعوره، كارت اصفر؟ طب هم اختاروا الاحمر ليه؟ لقطه غريبه. ولما ياسر ابراهيم كعبل آه عبد الله السعيد اداله كارت اصفر، يعني انت تقارن دي بدي؟ يعني زحلقه بس بسيطه وخد الكوره وخبطه ووقعه برضه يعني، تديله كارت اصفر؟ طب يعني دي كارت اصفر، يعني دي كارت اصفر بتاعت المنسي. فلقطة غريبة، أنا بشوف يعني حاجات غريبة مع في الحكام اللي بتيجي دي، حاجات غريبة جدا بتحصل، حتى الحكام الأسبانية بقت يعني تعمل أي كلام. فيعني لقطات غريبة جدا بتحصل، يعني أنا عمالة أفكر وأشوف الدوري المصري من أول بداية كده بالتحكيم، حتى التحكيم الأسباني بقى يجي، فهو شكل فيه مشكلة في الدوري، يعني مشكلة في اللعيبة أو مش عارف، في حاجة بتحصل. وانا شايف ان الجماهير اللي عماله تقول لك حسين المفروض يبدا من بدري، انتوا اللي شوفكم من بدري انتوا بتتريقوا عليه، الواد نازي كان عنده ثقة في نفسه، بعد ان انتوا بتتريقوا عايز يثبت نفسه، عايز يثبت نفسه ولا ايه، معلش سوري، عايز يثبت نفسه. انتوا كمية التريقة اللي كانت عليه جبارة، الواد كان مستحيل يمشي في الشارع بسبب التريقة اللي انتوا الشتايم اللي كان بياخدها. الواد رجع ولعب ونزل ثقة، والزملكاويه تتريق عليه ويقول لك ده بيعمل ايه ومش بيعمل ايه، وده ضايع ومش ضايع، كانت في طريقة كبيرة جدا عليه. لكن هو من اللعيبة كويسة جدا، من اللعيبة اللي تفيد النادي الأهلي بشكل كبير جدا. فيعني أنا بعيد عن الناس اللي بتتريق عليه، غريبة جدا، لعيبة إمكانياته كويسة، لكن احنا بقى عندنا ناس كتير جدا. الشحات بعد كده مش هينفع يقعد، عبد القادر مش هينفع يقعد، بن شرقي مش هينفع يقعد، تريزيجيه مش هينفع يقعد، أحمد رضا لازم ياخد الثقة وينزل ويلعب. يعمل ايه بقى؟ العدد والكم الكبير جدا ده يعني غريبة، يعني مش شرط، يعني مثلا عندنا ماتش حاول تدي لكل واحد ثقة عشان
لما تبقى في مطوشة زي القمة كده تحتاجهم، يبقى عنده عارف، انت عارف ده امكانياته ايه، وده عارف ده ممكن يعمل ايه، تبقى عارف ان ده يعمل ايه، وخد يا ابني انت تعرف تعمل ايه. يعني ادي الثقة لكله. يعني اقول لك حاجة، الماتش اللي جاي ابدأ بأحمد رضا اساسي، معرفش تقريبا قبل قارة الاسماعيلية. ابدأ بأحمد رضا اساسي. ابدأ بحمزة عبد الكريم اللي هو الواد الصغير ده، ابدأ بيه مهاجم. انا بقول لك ابدأ مثلا في نص الملعب غير، العب بعبد القادر اساسي. غير غير. انت بتلعب باللعيبه، بس واحد يقول لي احنا مش عايزين نجرب في الدوري، احنا كده هنضيع نفسينا. مش هنضيع نفسينا، لا لا متقلقش. لما تبدا وتدي الواد الثقه الصغيره وتدي اللاعب ده الثقه، هتلاقيه بيموت نفسه. انا لما اجيب جون، لما اعمل حاجه، عماد النحاس انت حاش يا ابني حلو قوي، انا هنزلك في ماتش كذا وهلعبك كذا، ده هيعيط ده فيها. كل واحد عايز ينزل عشان يثبت نفسه، عكس في لعيبه تبقى نازله اللي هو يلا بينا يلا. دي حاجات برضو غريبة بتحصل. طب واحد يقول لي ايه يا عم، طب فين حوار امام عاشور؟ صباح الفل، امام عاشور مش هيلعب ولا ايه؟ انا نفسي اشوف امام عاشور يرجع تاني. واحد يرد عليه يقول له اه ما هو عنده فيروس ايه، معلش تعبان مريض. انا مش قصدي حاجة ولا بتكلم في حاجة، بس هو مش تعبان، مش عيان. اللي عنده بيبقى عنده فيروس ايه المفروض ان هو ما يقعدش جنب اي حد، لان هو المفروض بيعدي الناس. كانت في فيديو نزل له ان هو بعد الفرحه، بعد ما ان النادي الاهلي كسب الزمالك 2-1، الفيديو فرحان جدا، معاه فوق، معاه جنبه بيحضنوه، وجنبه فوق 13 واحد. يعني ال 13 واحد دول عيانين؟ لا. فهو اصلا مش تعبان، دي مشاكل ما بينه وما بين الاداره، في حاجه بتحصل احنا ما نعرفهاش. لكن هو عيان مش عيان، زي الفل زي الفل، سليم سليم. لكن في مشاكل بتحصل وهنعرفها قريب ان شاء الله. بس كده، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا فولو على اليوتيوب. سلام.